الأب ده بيشتغل دليفري، أخد ولاده معاه وهو بيوصل الأوردر، وسابهم عند باب العمارة وقال للبنت خدي بالك من أخوكي، 5 دقايق وهنزلك. وطلع بسرعة علشان يوصل الأوردر. مجرد ما فتح له الراجل الباب زعق فيه وقال له أنت متأخر 5 دقايق، الأكل زمانه برد. فاعتذر له وقال له معلش، أصل أنا ولادي معايا وتعطلت شوية في الطريق. ونزل الأب وقال للبنت يلا بينا علشان نروح نشتري التورتة. فالبنت اختارت تورتة، فقالت له بابا بلاش، دي سعرها غالي جدا وبعدين انت بتتعب وبتشقى، وفر الفلوس دي. قال لها يا بنتي انا بتعب وبشقى علشان خاطر افرحكم، اقعدي هنا خدي بالك من اخوكي، هدخل اجيب التورته وارجع لك. ودخل الاب وخرجوا، وكان جايب تورته عيد الميلاد لبنته وكان بيغني لها وبيقول لها عيد ميلاد سعيد. البنت والولد كانوا فرحانين جدا، والاب فرحان اكتر بفرحه ولاده. والدك بيتعب وبيشقى علشان يسعدك ويفرحك، اوعى في يوم تفكر تزعله وحاول تراضيه. دعوة حلوة لوالدك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي.